ده حرام ما يلعبش ازاي يا جدعان؟ الواد ده عنده امكانيات جبارة، لما يكون في حالته بيكون لاعب مميز جدا جدا. صراحة ما يقعدش ده يا جدعان. صراحة احنا ضيعنا 200 البطولة مننا، وعندنا المجموعة اللي هنقابل فيها باريس كده ضمنت انها مش تصعد اول خالص. هي اللي هيصعد دلوقتي لبوتافوجو، اللي عمل مباراة قدامهم صعبة جدا جدا وفاز عليهم 1-0. لو قدرت بوتافوجو تخرج بالتعادل هتطلع أول هي وأتلتيكو، تطلع تاني. يعني هتكون تجنبت مواجهة باريس سان جيرمان لو صعدت تاني المجموعة دي. بس احنا بنقول الكلام ده لمين؟ لمحمد هاني. محمد هاني اللي مفاجر، اللي مخلص 200 من اللعبة، اللي بيعمل تاكلينج في الهوا كده، يعني تاكل الناس كلها بتطلعها، لا هنا عاوز يستحوذ عليها. حاجة الله أكبر عليه يعني، مفيش تقدم، مفيش أي عرضية، مفيش دور دفاعي. ما أنت بتعمل إيه في الملعب؟ محمد علي بن رمضان بعافل لوحده، هو مروان عطية في نص الملعب، حمدي فتحي اه يا حمدي فتحي، احنا جايبينك 3 مباريات، أول مباراتين ما شفناكش في الملعب، وأنت لسه أنت جاي بس على التالت بس ولا إيه؟ مش فاهم أنا. احنا كده يا جدعان الصراحة مش هنعمل أي حاجة، خسارة الفلوس اللي اتدفعت، خسارة يا جدعان التعب ده، الأعصاب اللي احنا فيه. لازم كل بطولة يكون فيها حسابات كده وتعاقدات. لازم نفوز على بورتو، وتفوز على بورتو بالنتيجة أكتر من 1-0 2-0. ولازم تستنى فوز بالميراس على انتر ميامي. انتر ميامي اللي ادتنا كلها خازوق كده، محدش يتوقع النتيجة اللي عملها قدام بورتو، خلت المجموعة كلها معقدة. كده اعتقد بالميراس هتلعب على المركز التاني عشان تواجه بوتافوجو في الدور التاني وتصعد الدور 8. والله احنا يا جدعان مش محظوظين، ضيعنا من الفرصة السهلة ان احنا نفوز على انتر ميامي ونعمل مباريات حلوة ونصعد دور ال16. بس بنقول لمين؟ هنقول لمين الكلام ده؟ تريزيجيه اداء زي الزفت في البطولة كلها، لاعب كبير زي ده لسه ناشئ برضه، لسه موضوع ضربة الجزاء في دماغه ومخليه بره مستواه خالص. وزيزو اللي مظهرش، وسام ابو علي هيعمل ايه؟ سام ابو علي غلطة بتحصل، بس هنعمل ايه يا جدعان؟ وقفش الله عليك يا قفش. اخ يا قفش على العبث اللي انت بتقدمه يا جدعان. بدري صح، بدري وهو مصاب، مش بدري وهو بيلعب خالص